كلمتين للسادة ملاك الوحدات السكنية اللي بتأجرها قانون جديد للناس عشان تعيش فيها وتتويها ويحسوا فيها بالأمان. والله أنا ليك ناصح أمين بمنتهى الصدق والأمانة، يعني هكلمك مسلم لمسلم أو الإنسان لإنسان. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. صدق الله العظيم. يعني لازم يكون فيها شرط التراضي، وشرط التراضي ما يجيش بإنك أنت بتفرض على الإنسان اللي قدامك قهرا ما لا يطيق. ده ما اسموش تراضي، اسمه سحت حضرتك. يعني إنك أنت تخلي الإنسان اللي قدامك في مأزق إن هو يا إما يدفع ما لا يطيق وما لا يستطيع، وأنت تعلم إنه لا يطيق ولا يستطيع. ما المصيبة بقى هنا إن أنت تعلم إنه لا يطيق ولا يستطيع لأنك عايش معاه، يعني زيك زيه، بس هو ربنا فضلك عنه إنك أنت ادالك وملكك في أرض الله وملك الله شيء. الكفن ملوش جيوب، الكفن ملوش جيوب، والشقة دي لو تمنها 100 مليون جنيه مش هتنفعك من الله شيئا، ولا هينفع تدفن فيه أصلا، يعني لا هتنفعك في الدنيا ولا في الآخرة. وربنا سبحانه وتعالى له الملك وإليه ترجعون. ربنا استخلفنا في الأرض في ملكه مش أكتر. لا نملك شيء، كلنا لا نملك شيء. الهدوم اللي احنا لابسينها دي لا نملكها، قد يكون عمرها أطول من عمرنا. الشقة دي عمرها أطول من عمرك. تضمن أنت إنك تعيش ثانية واحدة كمان دلوقتي وأنت بتتفرج على الفيديو اللي أنا بتكلم فيه ده؟ لو تضمن قول لي، لو تضمن أنا موافق. اللي يضمن يقول لي. قول لي بقى هتقابل ربنا ازاي دلوقتي حالا؟ ما هو لو الانسان فيكم بيفكر فينا كلنا، بيفكر في انه هو على الارض ضيف حرفيا، كل ثانية بتعدي عليك على الارض في الحياة ربنا مديلك فيها فرصة انك تتوب وانك تعمل الصالح وانك تعمل للآخرة اللي هي ايه؟ اللي هي المفروض ان احنا كلنا بنسعى اليها، اللي هي وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. تمام؟ الحياة الآخرة هي اللي احنا عايشين فيها هنا عشان نزرع ونحصد هناك. فماذا ستحصدون؟ يعني لما انت تبقى واصل لمرحلة انك من الجشع وحب الدنيا والتكالب على المال، انك ما عندكش مشكلة انك تشرد بني ادمين وتخرجهم من بيوتهم وتخليهم في هذا الحال، يا اما يدفعوا لك اللي انت عايزه واللي انت عارف ان هم ما يقدروش عليه، يا اما يخرجوا في الشوارع ويشوفوا لهم حتة تانية. طب انت لو مكانه هيرضيك؟ طب لو ابنك مكانه هيرضيك؟ طب لو انت عندك ذرة انسانية؟ يعني انا بتكلم مع احد الملاك قال لي وانا مالي؟ يعني ايه انت مالك؟ ثم ان ايه المنطق اللي انتوا بتتكلموا بيه؟ اصل الشقة بقت ب1 جنيه، في بعضكم اشترى الشقة دي ببلاش، مش موضوعنا، ربنا يزيدك. بس انت مروح برضو مش تاخد معاك ال1 جنيه، انت رايح لربنا مش تاخد معاك ال1 جنيه. لن يغني عنك من الله شيئا. لما هتحط راسك لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لمن الملك اليوم دي هتبدأ من ساعة ما انت تلفظ نفسك الأخير، مش يوم القيامة بس، مش يوم النفخ في الصور. إذا مات ابن آدم قامت قيامته. يا أخي ماذا تفعلون؟ يا أخي ماذا تبغون؟
هتقول لي عيالي وبعمل وعيالي ومالي وانا حر وعايز والدنيا والغلا. طب ما هو الغلا ما هو عليك وعليه. ده انت حق، ده انت بتقول الغلا وانت احسن منه حالا. يعني انت بتتكلم عن الغلا وانت احسن منه حالا، احسن من هذا الرجل الفقير اللي هو بالنسبة لك فقير، يعني اقل منك في القدرة المالية. ربنا سبحانه وتعالى قسم الارزاق، وهو ده رزقه كده في الدنيا، انه ما يبقاش عنده شقة ملكه وانت يبقى عندك شقة ملكك، وهو يلجأ لك فانت تأجرها له، فانت تستفيد وهو يستفيد السكن. يا اخي ده السكن، يا اخي ده السكن. اتقوا الله، اتقوا الله. سواء كنت بتعمل ده مع مصري ولا مع سوداني ولا مع سوري ولا مع اي انسان باي شكل كان جنسيته ايه، ولا كانت ديانته ولا لونه ولا اي حاجة، هذا الكلام يعني منافي لجميع الاخلاقيات والانسانيات بهذا الشكل وهذه المهزلة. اتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه. اتق الله واعرف انك انت مش مالك، الملك يومئذ لله، انتم مستخلفين فيما استخلفكم الله فيه فقط. مروحين والكفن ما فيهوش جيوب، والوقفه قدام ربنا ما حدش يقدر عليها. الحسبنه فيكم هتاكل من جتاتكم وهتاكل منكم امراض هتخليكم تدوقوا الويل دنيا واخره. اتقوا الله، اتقوا الله وارجعوا لنفسكم. وهذه نصيحة، والله سيأخذكم الله أخذ عزيز مقتدر في الدنيا والآخرة.